صديقي العزيز، لو حضرتك عايش في أمريكا فبقى طبيعي جدا إن ممكن لو أنت بتتصل بشركة أو مؤسسة أو حتى مصلحة حكومية تلاقي الموظف اللي بيرد عليك في التليفون هو مش موظف، ولكن هو الذكاء الاصطناعي أو ال AI. وال AI اللي هو اختصار كلمة Artificial Intelligence. ال Artificial Intelligence النهاردة أو الذكاء الاصطناعي بقى بيحل محل البني آدمين في كتير من الوظائف، والموضوع ده اللي خلى نسب البطالة في العالم كله تعلى بنسبة كبيرة. آخر تقرير كان طالع من اليونيسيف كان بيقول إن في تقريبا أكتر من 600 مليون بني آدم سنهم بيتراوح ما بين 15 سنة لغاية 25 سنة هم مش موجودين في التعليم، وكمان مش موجودين في الوظائف، يعني هم عاطلين عن العمل. طب يا ترى حضرتك هتعمل إيه لما تعرف إن مدخراتك النهاردة والفلوس اللي أنت شايلها بقيت في خطر نتيجة ارتفاع نسب البطالة، سواء كنت أنت بتشتغل او كنت صاحب عمل؟ يعني لو انت بتشتغل انت معرض في اي وقت ان يحصل معاك زي ما حصل في كتير من الشركات الكبيره زي امازون واتش دي ال ووالمارت اللي مشوا كتير من العماله فيها. وكمان لو انت صاحب عمل فانت معرض انك انت تتاثر بالموضوع ده نتيجه ان الناس اللي حواليك ما بقاش عندهم شغل فبقوا بيقللوا مشترياتهم نتيجه ان الفلوس قلت معاهم. هتعمل ايه وازاي هتحافظ على مدخراتك؟ ده اللي هنتكلم عليه في حلقه النهارده. انا ايمن امير وحضرتك بتتفرج على من امريكا مع ايمن. اهلا بكم من امريكا مع ايمن. ناس كتيره بقت بتلاحظ الحاجات اللي بتحصل وبنشوفها على السوشيال ميديا نتيجة الذكاء الصناعي، انهم يخلوا مطربين يغنوا بأصوات ناس مش موجودة او ناس مش حقيقية، او حتى يغنوا اغاني حديثة بصوت مطربين مش موجودين في وقتنا الحالي او انتقلوا الى العالم الاخر. وكمان بقينا بنشوف صور بتتعمل بالذكاء الاصطناعي لاشخاص هم اصلا مش موجودين. الموضوع بقى فعلا مقلق وبقى يخوف. ومع ارتفاع أعداد البطالة وإذا بنسمع عنها في دولة زي الصين تعدادها تجاوز القرب على 2 مليار نسمة. في دولة زي الصين النهاردة بقينا بنسمع أن نسب البطالة هناك بقت مرعبة. الموضوع ده فعلا بيخوف، وده كمان مع بعد أحداث كورونا ما حصلت وبعد الحرب الأوكرانية الروسية والتدهور الأوضاع الاقتصادية في العالم كله خلت إن بقت في مخاوف كتيرة جدا من ارتفاع نسب البطالة بشكل أكبر كتير من اللي حصل عليه في الوقت ده، خصوصا مع استبدال كتير من المؤسسات للبشر او الاشخاص العاديين بالذكاء الاصطناعي ده، لان الذكاء الاصطناعي تكلفته اقل بكتير وما بيغيبش، ما بيحتاجش ان هو ياخد اذن علشان يروح يجيب ولاده من المدرسه ولا اي حاجه من الحاجات دي، شغال 24/7 والزيرو كوست. الحقيقه الموضوع ده خلاني اقعد افكر كتير وابحث ازاي احنا ممكن نحافظ على مدخراتنا او اموالنا، خصوصا ان اي حد فينا النهارده معرض ان هو يلاقي نفسه من غير شغل. واي حد فينا كمان النهارده حتى لو صاحب بيزنس معرض ان نتيجه ان الكونسيومينج او الاستهلاك بيقل، فنتيجه ارتفاع اسعار البطاله او ارتفاع زياده نسب البطاله وانخفاض المرتبات خلى ان في كتير حتى من اصحاب البيزنس النهارده بقوا بيشتكوا ان الدنيا قلت. حقيقة أنا لخصت الموضوع في 3 نقط أساسية ممكن يساعدونا كلنا لو مشينا على المواضيع دي أو مشينا على ال3 خطوات دول، ممكن إن هم يساعدونا في الفترة الجاية خصوصا مع ارتفاع نسب التضخم عالميا. أول حاجة يا صديقي العزيز حطها في بالك دايما لما بتلاقي نسبة التضخم مرتفعة، يعني الأسعار بتزيد والفلوس بتقل، حاول بقدر الإمكان إنك تقلل الكاش اللي بيطلع من جيبك. يعني إيه؟ يعني استخدم أموال الغير. برضو يعني إيه؟ يعني حاول بقدر الإمكان تتجه ناحية أي كريدتس تكون فايدتها قليله، او زي مثلا ما بنشوف البرامج بتاعه الكريدت اللي هي والزيرو انترست. حاول بقدر الامكان تقلل استخدام فلوسك اللي انت هتطلعها من جيبك. في واحد هيقول لي طيب ما انا كده كده ده دين عليا وهسدده. انت فعلا هتسدد الدين اللي عليك، بس انت هتسدد الدين اللي عليك آجلا، مش هتسدد الدين اللي عليك دلوقتي. يعني لو انت بتشتغل وعندك مصدر دخل ثابت تقدر ان انت لو محتاج تشتري حاجة مثلا، ولنفرض هنشتري مثلا عربية، وليكن ان انت قدرت انك تدفع بدل ما تدفع كل ثمنها كاش، ادفع جزء من ثمنها وحاول تشوف اكتر حد ممكن يديلك ويز زيرو انترست يعني بفايده زيرو، او يديلك بفايده تكاد تكون قريبه من 1 أو 2% بالكاد. في كتير من الشركات النهارده بدات علشان نتيجه
انخفاض حركة المبيعات عندها، بدأ يقول لك إن أنا ممكن أقسط لك على 60 شهر وعلى 50 شهر بفوائد قد تكون تصل إلى زيرو، وفعلا في ناس بتقسط والزيرو انترست، مجرد أنت بس بتدفع لهم مقدم بسيط. والكلام ده بيوصل لكل حاجة، السلع المعمرة زي مثلا الأجهزة المنزلية، العفش، بعض ال الحاجات اللي هي مثلا الالكترونيه، بتلاقي ان هو ممكن كمان يقسط لك بزيرو انترست، يعني من غير فايده. لو انت عندك الاوبشن ده ما تطلعش فلوس من جيبك وتروح تحطها. امال تعمل ايه؟ حاول بقدر الامكان توجه فلوسك دي لاستثمار. يعني لنفرض ان انت في جيبك دلوقتي 10000 دولار وانت هتشتري حاجات ب 5000 دولار، ادفع مقدم 1000 دولار، والتسعه اللي معاك حاول تستثمرهم. ودي هتاخدنا للنقطة اللي بعد كده، اللي هي اوعى تحتفظ بأموالك سايلة. يعني اوعى تحط فلوسك في البنك في صورة سيفنج اكاونت او تشيكنج اكاونت، ولا تحطهم في البيت. امال تعمل ايه؟ حاول تشغل فلوسك في اي حاجة، حتى لو هتجيب حاجات بسيطة خالص وتبيعها، حتى لو هتشتغل تستثمر حاجاتك في حاجات اونلاين، حتى لو هتحط فلوسك في استثمارات منخفضة المخاطر زي الذهب أو الريال استيت. المهم ما تخليش فلوسك سايلة أو فلوسك متشالة في البيت. ده لأن قيمة الفلوس في أوقات التضخم بتقل. النهاردة بص، لما كنت حضرتك بتنزل السوبر ماركت بتشتري حاجات ب 100 دولار، نفس الحاجات هي بتشتريها النهارده ب 130 وب 140 ويمكن ب 150 دولار كمان في بعض الأوقات. في اوقات التضخم كمان كتير من الحكومات بتعلي نسب الضرائب علشان تحصل الفجوه اللي بتحصل في عجز الموازنه بتاعتها، فبالتالي حضرتك بتدفع فلوس اكتر في موضوع ضرائب المبيعات وغيره على غير العاده. لو انت ناوي تستثمر هتروح للنقطه الثالثه، وهي دي اللي هقفل بيها حلقه النهارده، وهي انك لازم 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 تنوع مخاطر الاستثمار بتاعتك. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تستثمر فلوسك كلها في حاجة واحدة، لازم تنوع المصادر بتاعتك ما بين حاجة بيسموها الاستثمار منخفض المخاطر أو الاستثمار الآمن زي الذهب والعقارات، وما بين الاستثمار اللي فيه نسبة مخاطر زي البورصة أو التداول في الفوركس أو التداول في العملات الرقمية. اي حاجه هتستثمر فيها ما تحطش فلوسك كلها في حاجه واحده وفي نوع واحد من الاوراق الماليه. يعني ما تروحش تشتري سهم واحد تحط فيه كل فلوسك، لا، اشتري اكتر من سهم في اكتر من شركه، علشان لو شركه اوت اوف ماركت او شركه فلست او شركه طلعت من السوق، يبقى حضرتك اموالك محطوطه في حاجات تانية. لو في اي وقت لقيت ان في سهم بينهار تقدر ان انت تلحق وتسيل فلوسك في الاسهم التانية. كمان حاول توزع محفظه المخاطر بتاعتك. يعني ممكن مثلا تشتري بعض السبائك الذهبيه، ممكن تقدر ان انت تحط فلوسك مثلا كداون بيمنت في بيت تاني. لو انت عندك لو انت عندك بيت واحد ممكن تحط داون بيمنت لبيت تاني وتحاول تدفع المورجج بتاعه وتستعمله كنوع من الاستثمار انك تأجره. او تقدر ان انت لو مستأجر وما عندكش بيت بتاعك، حاول ان انت وعندك سيفنج، حاول انت تجري بسرعة حتى لو الفايدة مرتفعة وحط فلوسك في بيت. ليه الكلام ده بقوله؟ علشان النهاردة اي فلوس متشالة قيمتها بتقل، ولكن فلوس سواء كان في ذهب او في بيوت او حتى في استثمارات متنوعة سعرها بيزيد. دايما يقولوا مثل يقول لك ان الفلوس في البنك هي حجة العاجز، ولكن التاجر ما بيحطش فلوسه في البنك، التاجر بيحط فلوسه في بضاعة. حاول تشيل فلوسك في اصول، ما تشيلش فلوسك في نقدية سايلة. 3 نقط دول كنت عايز اشارك حضراتكم بيهم، دي دايما كتير من الناس اللي بتشتغل في المجال الاقتصادي بينصحوا بيهم الناس، ان انت حاول دايما في اوقات التضخم انك تقلل بقدر الامكان مصروفاتك، تخليها دايما في الحاجات الضرورية، وحاول بقدر الإمكان إنك تنوع استثماراتك، وتحاول بقدر الإمكان إنك تقلل الكاش اللي طالع من جيبك وتعتمد على الأموال الغير اللي بتيجي بفايدة قليلة. أتمنى الفيديو ده يكون فرق معاك ولو حتى بحاجة بسيطة. من فضلك شارك الفيديو مع غيرك علشان المعلومات توصل للكل. ولو حضرتك بتتابعني أو بتتفرج عليا لأول مرة، فأنا ليا قناة على اليوتيوب اسمها من أمريكا مع أيمن، وفيسبوك اسمه من أمريكا مع أيمن. ممكن تتابعني إنك تعمل لايك وشير وفولو للقناة بتاعتنا عشان يوصل لك كل الحاجات الجديدة اللي بنتكلم فيها عن الحياة في أمريكا. أتمنى الفيديو يكون فادك بحاجة ولو بسيطة، وأشكرك جدا للمتابعة. كان معكم أيمن من أمريكا.